من بين ألوف المجرمين والسفاحين اللي عرفتهم مصر ويمكن العالم كله، ما افتكرش ممكن تلاقي أشد منه في الإجرام وقسوة القلب. وده لأنه ببساطة مش بينتمي للمجرمين اللي بيسرقوا أو ينهبوا أو حتى يقتلوا، لا ده حرفياً فاق الكل، وقام بارتكاب جرائم يمكن الشيطان نفسه يخاف يعملها. أما ضحاياه فهم من الأطفال الأبرياء اللي ما يعرفوش الفرق بين الخير والشر، ولا حتى عندهم القدرة على المقاومة أو حتى الاستغاثة. وده سهل على المجرم إنه يقتل براءتهم ويتخلص منهم بشكل وحشي وفي لحظات. أما مسرح الجريمة فكان كمان مش عادي، فما كانش شقة ولا سطح بيت ولا حتى طريق مهجور، لكنه ارتكب أكتر جرايمه في أكتر الأماكن المزدحمة في القاهرة واللي حرفياً مش بتخلى من البشر. وبرغم كده إلا إنه نجح فعلاً في إخفاء جرايمه المدة، ولكن طبعاً عناية ربنا ما غفلتش لغاية يوم فتح أفعاله البشعة. مين هو؟ وإزاي قدر ينهي حياة أكتر من 34 طفل وطفلة بدم بارد وبشكل مستتر عن أعين الناس؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة عن سفاح الأطفال أو التوربيني. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. بدأت الشرارة الأولى للقصة في صباح يوم الاثنين 27 نوفمبر 2006، وتحديداً في محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة الموجودة في شمال القاهرة. واللي حصل إنه لما كان عمال مترو الأنفاق بيقوموا بعملهم المعتاد، اكتشفوا وجود جثة طفل موجودة جوه نفق تحت المحطة، وفوراً بلغوا الجهات الأمنية اللي انتقلت لمكان الحادث. وبعد معاينة الجثة تكتشف الشرطة إنها عبارة عن هيكل عظمي لطفل اسمه محمد كمال. وبعدها بأيام تم العثور على جثة الطفل محمد إبراهيم سالم اللي عمره 14 سنة على شريط السكة الحديد في اسكندرية. وكشفت تحريات مباحث اسكندرية إن الجثة اترمت من فوق أحد القطارات. وفي نفس الوقت تم العثور على جثة لطفل ثالث اترمت من فوق صهاريج مية مهجورة في محطة السكة الحديد في طنطا، واسم الطفل كان أحمد ناجي. وطبعا مع تشابه الوقائع إن كل الجثث لأطفال وكلهم تم العثور عليهم بنفس الطريقة، فإذا الموضوع مش مصادفة. وعليه أمر وزير الداخلية حبيب العدلي وقتها بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بيضم قيادات البحث الجنائي في القاهرة واسكندرية وطنطا. وبعد يومين بالظبط من التحريات وصل رجال المباحث لمفاجأة صدمت الكل، وهي إن اللي ورا قتل الأطفال دول هي عصابة. العصابة دي للأسف مكونة برضو من مجموعة أطفال. ووصلت جهات الأمن عمليات البحث لغاية ما تم الوصول لأول متهم في العصابة، واسمه أحمد سمير عبد المنعم، عمره 18 سنة وشهرته بقه. وتم القبض عليه في منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية. وبمجرد القبض عليه اعترف إن واحد من أفراد عصابة نشاطها هو الاعتداء على أطفال الشوارع وبعدها التخلص منهم. أما الأسلوب اللي اعتمدوه في نشاطهم الإجرامي فكان أبشع مما يمكن أن تتخيل، لأن العصابة دي كانت بتستدرج الأطفال بحجة إن هم هيجربوا التسطيح فوق القطر كنوع من أنواع الفسحة. وبمجرد موافقة الطفل بيقوم أفراد العصابة بالصعود بيه فوق سطح القطر، وبعد ما يتم الاعتداء عليه وبعدين تكتيفه باستعمال ملابسه الداخلية بيتم رميه من فوق القطر في اتجاه القطارات اللي جاية في الاتجاه المعاكس. وبكده بيتحول الطفل في لحظات لأشلاء. وكمل المتهم بقه وقال إن الشخص اسمه التوربيني وهو زعيم العصابة، وإنه كان بيختار قطر اسمه التوربيني واللي كان بيركبه مع الضحية من القاهرة لإسكندرية. وقال إنه كان بيختار القطر ده بالذات لأن سقفه موجود فيه مكان منخفض بيسمح له يقوم بفعله البشع ده مع الضحية بدون ما حد يشوفه. وفي نفس وقت التحقيق مع المتهم بقه في شبرا الخيمة قدرت قوات الأمن تكشف الستار عن المتهم التاني. اسمه كان محمد عبد العزيز وشهرته السويسي، وده بقى قبضوا عليه في طنطا. وقدام نيابة طنطا اعترف السويسي باعترافات مثيرة وقال إنه اشترك مع بقه والتوربيني وباقي أفراد العصابة في قتل 8 أطفال في طنطا ودمنهور والقاهرة والقليوبية واسكندرية ومحافظات تانية كمان. وفي اعترافاته فجر السويسي مفاجأة من العيار التقيل. قال السويسي إن زعيمهم رمضان التوربيني مصاب بعقدة نفسية لأنه هو صغير وقت ما كان عمره 12 سنة بس، وكان وقتها بيشتغل عامل في كافيتيريا في السكة الحديد في القاهرة. اتعرف على بلطجي اسمه عبده التوربيني. الشخص ده كان بيعتدي عليه بالضرب ويستولى منه على الإيراد، وفي يوم استدرجه لسطح عقار واعتدى عليه، يعني كنوع من أنواع الإذلال عشان يبطل يطالبه بالإيراد. وبعدها أخده لسطح القطر وكرر الاعتداء عليه ورماه من فوق القطر
فيقع على حديدة تتسبب بإصابته بحول في عينه اليمين وجروح مختلفة في جسمه. وبمجرد شفائه وبدل ما ينتقم من العامل اللي عمل فيه كده، قرر الانتقام من الأطفال كلها بنفس الطريقة. وبعد يومين بالظبط من القبض على السويسي في طنطا، نجحت مباحث اسكندرية في القبض على زعيم العصابة رمضان عبد الرحيم منصور، وسنه 26 سنة، المشهور بالتوربيني، واعترف بارتكاب الكثير من جرائم الاعتداء وقتل الأطفال. وبمجرد دخول التوربيني سرايا النيابة، لاحظ الكل إن ريحته كانت سيئة جدا بسبب قذارة هدومه وجسمه، لدرجة إن جنود الحراسة كانوا بيسدوا أنوفهم من الريحة. وعليه أمرت النيابة بضرورة تنظيفه وتوفير هدوم نظيفة ليه قبل بدء التحقيقات. وفي التحقيق اعترف التوربيني إنه بدأ نشاطه في قتل الأطفال قبل 7 سنين، وبإن عدد الجرائم اللي ارتكبها ما تقلش عن 32 جريمة، واللي اتضح بعدها إنها 38 جريمة قتل. وعشان صعوبة التوصل لأماكن جثث الضحايا كلهم، اتعهد التوربيني بإرشاد المباحث عليها، وفعلا اعترف أولا بمكان 15 جثة وبعدهم 17، فوصل العدد ل 32 طفل. وبعد 14 يوم من القبض على معظم أفراد العصابة، وهم رمضان عبد الرحيم منصور وشهرته التوربيني، وأحمد سمير عبد المنعم وشهرته بقه، ومحمد عبد العزيز وشهرته السويسي، وحمادة شعبان وشهرته بزازة، وحمدي وشهرته حناطة، وأخيرا مؤمن وشهرته الجزار. وكشفت التحقيقات أسماء 15 ضحية، كان أشهرهم الطفل أحمد ناجي، أو الجثة الثالثة اللي تم العثور عليها، واللي سبق للتوربيني الاعتداء عليه، فبلغ الطفل عنه، وتم القبض على التوربيني وحبسه. وبعد الإفراج عنه طلب من عصابته يدوروا على أحمد في كل مكان لغاية ما لقوه، وتم استدراجه لمخزن قطارات مدينة طنطا، وهناك تم الاعتداء عليه بوحشية. وما وقفتش البشاعة هنا، لأن التوربيني طلب من كل أفراد العصابة إن هم يعملوا نفس الشيء مع الطفل، وبعدها كتف إيديه ورا ظهره باستخدام ملابسه الداخلية، وربط عيونه وكمم فمه، وطلع بيه لسطح صهريج مية مهجور ارتفاعه أكتر من 30 متر. وكل ده وسط صراخ الطفل وبكاه واستعطافه ليه، لدرجة إن أفراد العصابة عطفوا عليه وطلبوا من التوربيني ما يقتلوش، إلا إنه صمم على رميه من فوق الصهريج، فيقع الطفل فاقد للحياة في لحظتها. كمان اعترف التوربيني بقتل الطفل محمد كمال جوه نفق مهجور في منطقة شبرا الخيمة، وقال إن لما أفراد العصابة جابوا لي من الشارع، أخذ الفلوس اللي كانت في جيبه، وبعدها طلب من أفراد عصابته الاعتداء عليه أو التحفيل عليه زي ما ذكر هو بالنص. وبعدها انفرد بيه التوربيني وقام بتكتيفه، وهشم راسه بحجر كبير لغاية ما فارق الحياة. وكمان كشفت التحقيقات عن أسماء بعض البنات من ضحايا عصابة قتل الأطفال، وثبت في التحقيقات إن التوربيني اتجوز عرفي من بنت صغيرة اسمها عزة، وشهرتها بربش. البنت دي كانت بتبيع جرايد في القطر، وبعد جوازه منها أجبرها على استقطاب الفتيات لتشغيلهم في الأعمال المنافية للآداب. واعترف إنه قتل منهم 3، واحدة في البحيرة، والتانية في بني سويف، والتالتة في القاهرة. واعترف السويسي إنه أجهض زوجة التوربيني اللي كانت حامل وقت ما كان هو في السجن، وإنه أجبرها على ممارسة الأفعال المنافية للآداب، وللسبب ده حاول التوربيني قتله بعد خروجه من السجن. ويوم 18 مارس 2007 شهدت محكمة جنايات طنطا أولى جلسات محاكمة التوربيني، ومعاه 6 من المتهمين، وده كان وسط حضور أمني وإعلامي ضخم جدا، ومنعت أجهزة الأمن الأهالي من دخول القاعة، وكمان قفلت الشوارع المحيطة بالمحكمة، وده بسبب ثورة الأهالي على المتهمين، وخاصة أهالي الضحايا. أما المتهمين فقابلوا كاميرات الصحفيين والفضائيات بالشتايم والتهديد بالضرب، ودخل المتهمين ال7 القفص وهم بيحاولوا يخبوا وشهم. ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والخطف وهتك العرض والسرقة بالإكراه وركوب أماكن غير معدة لسفر ركاب القطارات ودخول منشآت السكة الحديد بدون تصريح وحيازة سلاح أبيض. في 23 مايو 2007 قضت محكمة جنايات طنطا بإحالة أوراق التوربيني وحناطة لمفتي الجمهورية لاستشارته في الحكم بإعدامهم، وطبعا وصل رد المفتي بالتأييد. وفي جلسة 20 يونيو 2007 أمرت المحكمة بإعدام التوربيني وحناطة والسجن لمدة تتراوح بين 15 و 25 سنة لباقي المتهمين، واللي كانوا دون السن فتم إيداعهم الأحداث. وبعد سنين من المداولة والنقض تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا يوم 16 ديسمبر 2010 في التوربيني وشريكه حناطة. وحتى بعد تنفيذ الحكم خرجت جرايد زي الوفد وصوت الأمة بتحقيقات وتصريحات على لسان والدة التوربيني ومحامين بعض الأطفال الضحايا، أشارت إن رمضان ما ارتكبش كل الجرائم اللي اعترف بيها، وقالت إن اعترافاته كانت غير صحيحة بسبب إصابته بمرض عقلي. أما محامي الدفاع عن التوربيني فاعتبر إن الاعترافات اللي أدلى بيها التوربيني كانت تحت التعذيب والإكراه من رجال المباحث، وأكد الدفاع على إن التوربيني وحناطة وغيرهم هم ضحايا الدولة اللي تخلت عن دورها في حماية أطفال الشوارع.
وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وبنعتذر ليكم عن قسوتها. أما دلوقتي فمستنيين نعرف رأيك، هل صدقت رأي محامي الدفاع ولا لأ؟ ولو ما صدقتوش فهل تعتقد إن تنفيذ حكم الإعدام في التوربيني كان تحقيق للعدالة؟ ولا إن اللي حصلته في طفولته سبب له نوع من أنواع اضطراب ما بعد الصدمة، فكان لازم التعامل معاه كمريض نفسي يستحق الشفقة والعلاج مش أكتر؟ استنونا في الحلقات الجاية.